اهلا بيكم. الحقيقه بعد اللي حصل في محاوله الاي اس تي يوم 23 يناير اللي فات، احب اقول لكم وبكل ثقه ان الاي اس تي توفى اكلينيكيا والبقاء لله خلاص. بصراحه اللي حصل في المحاوله دي كان صادم جدا للمدرسين وللطلبه. يعني احنا كنا موافقين بيه كاي اس تي، منزل جدول امتحانات متاخر، بقى الطالب بتاع الاي اس تي شايف طالب الديجيتال سات بيظبط نفسه، بيعمل خريطه لدخول محاولات من بدري جدا للديجيتال سات، وهو قاعد لغايه نوفمبر يستنى جدول الامتحانات، مش عارف يحط لنفسه خريطه اطلاق. ونزل الجدول متاخر في نوفمبر، نزل معاه تعديلات ورقيه على الورق بس. يعني الامتحان هيكون شكله ايه؟ بالعافيه نزلوا لنا امتحان واحد كموديل اكزام. موديل اكزام يعني ايه؟ يعني انت كده بتقول للطالب تقريبا هو ده النمط اللي هيجي بيه الامتحان. طيب في الماث لما شفنا الامتحان لقينا انه 70-80% منه اسئله شبه الديجيتال سات. طبعا امتحان واحد موديل اكزام مش كفايه اطلاقا، الطالب حقيقي مش عارف يعني هو ممكن يجي ايه بالظبط. امتحان واحد مش كفايه، محتاجين اكتر من موديل اكزام عشان نعرف دماغ الممتحن دي فيها ايه. على فكره مفيش مشكله خالص ان الامتحان يجي صعب، بس هات لي نماذج امتحانات فيها نفس الصعوبه عشان اعرف انا كتيتشر ادي الطالب دروس شكلها ايه، وادي له مستوى اسئله شكلها ايه، والطالب نفسه يبقى عارف اوله من اخره. طبعا الطلبه كانت تايهه جدا، لان هو بالنسبه لهم الاي اس تي كده بلا مرجعيه، بلا ريسورسز، بلا ماتيريال يرجعوا لها. فكل واحد بقى حاول يجتهد بطريقه. اللي اشتغل على امتحانات الاي اس تي القديمه بقى يحل جزء كالكوليتر فقط، واللي دخل كورسات ادفانسد ديجيتال سات على اساس ان الامتحان اليتيم اللي موجود اسئله كتيره جدا جايه من الديجيتال سات، وقال لك هتنفعني. ما هو الولاد تايهين. لكن اللي حصل ان كل الطلبه دي دخلت امتحان الاي اس تي يوم 23 يناير لقت حاجه تانية خالص غير اللي هم استعدوا عليه. يعني هم جهزوا نفسهم على حاجه، دخلوا لقى حاجه تانية خالص. الماث امتحانه طويل، مش مراعي الوقت، محتاج جرافد كالكوليتر اللي بالافات كتيره جدا، مش في كل امكانيات الطلبه يجيبوا جرافد كالكوليتر. ثانيا انت مش مراعي الوقت، لانه اصلا فكره التضليل نفسها بتاخد وقت اكتر من الديجيتال سات. هي جاست كليك، يعني جزء من الثانيه، لكن تضليل دي قعد 50 سؤال اقعد اضلل، ده لوحده بياخد وقت. ما كانش عامل حساب الوقت اطلاقا. حقيقه اصبح نظام غير مدروس، مش مبين للطالب خطه واضحه، طالب فيه تايه، حرفيا تايه. المدرس مش عارف يجهز الطالب لمحاوله اي اس تي قادمه، هيديله ايه؟ وطبعا بعد اللي حصل ده، الخمسه سته اللي كانوا ناويين يدخلوا اي اس تي كلهم طبعا غيروا رايهم وهيبتدوا يدرسوا كورس ادفانسد ديجيتال سات، واكيد معاهم حق. وانا كتيتشر نصيحتي لاي طالب لسه بيخطط يدخل محاوله، اركن خالص الاي اس تي ده، استنى عليه شويه، ادخل ديجيتال سات، امتحان منظم عالمي عنده ريسورسز كتير قوي، كفايه كويستشن بانك 1300 سؤال غير الامتحانات القديمه متاحه، افكار لا حصر لها. تقدر تدخل الامتحان وانت قلبك مطمئن انك حليت كتير جدا. الاهم من ده كله ان الديجيتال سات بعد المحاوله بيديك مع السكور ريبورت، تقدر تعرف نقاط ضعفك فين، عشان لو حبيت تعيد المحاوله او تحسن السكور تقدر تشتغل على نقط ضعفك، سواء في الجيومتري، الجبرا، ادفانسد الجبرا، وورد بروبلم اند داتا اناليسيز. الريبورت ده مهم جدا عشان تعرف تخطط لمحاوله جديده. اما بالنسبه للاي اس تي نستنى عليه شويه خالص، لانه احنا مش مستعدين نكون فيران تجارب لنظام مش عارف يفكر، مش عارف يخطط، متوه الولاد. الحقيقه خالف كل التوقعات، لم نكن نتوقع اطلاقا اللي حصل ده.